معك انت معك الاشهر. في القصير التوتر على أشده. انت وين؟ طلع على المكان شوف لي في شيء عنا هناك. يلا ورجال عندي لمطرح على المكان الجديد. ما تتجولوا كثير، صلي التيب شوف لي وين ايش الكثيفه وخلي الدر ايام ما يجي لهون يقفل الباب ويجي. لك عرفوا لهم بالو. الوسيلة الوحيدة للنجاة من القصف هي الاختباء في ملاجئ تحت الأرض. نفس المحل ما هيك أغلب هؤلاء منشقون عن الجيش النظامي. إنهم آخر المناهضين للنظام في معاقل الثورة السورية، ويرون أن مدينة القصير ستسقط قريبا في أيدي قوات بشار الأسد. هلا نحن شو بدنا نواجه جيش العصابات الأسد، يعني مدافع وصواريخ، ونحن سلاحنا مجرد سلاح فردي، ما لنا قادرين للمواجهة، بس قادرين نحن للحماية فقط، حماية مظاهرات، حماية جرحى، حماية مشفى ميداني، مو أكثر من هيك، يعني ما لنا قادرين للمواجهة. خسارتهم أصبحت شبه أكيدة، وهم يشعرون بأن الجميع تخلى عنهم. مدينة القصير تتعرض للدمار الآن. يتم إطلاق النار على كل شيء يتحرك. ألا يوجد من يوقف قمع بشار الأسد؟ لماذا يواصل بشار الأسد القصف والقتل دون رادع؟ تمكنوا من إيجاد ممر آمن يحاولون العبور من خلاله. يصعدون سطح المنازل بهدوء لمراقبة الوضع. هناك بيننا وبين البناء الأبيض. تحت ذلك الجسر في طور البناء تختبئ المدافع التي تحاصر المدينة. في المساء يعود مقاتلو القصير إلى الملاجئ لقضاء ليلتهم في انتظار قصف آخر أو سقوط المدينة في أيدي الجيش النظامي.